سلام صحابي، نتمنى تكونوا بخير. بلا شك غادي تكونوا عاقلين عليا، واللي ما عرفنيش سيروا تفرجوا في الجزء الاول من القصه اللي غنحط في الديسكريبشن لتحت باش تقدروا تفهموا وتكملوا معانا. يلا تابعوا معايا القصه. ولكن قبل ما تنساوش ديروا سبسكرايب لاشين ديالي باش تبقى توصلكم اي حاجه كنحطها. كان الخبر ديال الموت سعاد بحال شي صاعقه بالنسبه ليا، دمر الامل اللي عندي في الداخل ديالي باش نلقى سحر. ورجعت داك النهار مهموم للمحل اللي خدام فيه، ورجعت معايا حتى الفلوس. وهو يسولني صاحب المحل: شنو درتي؟ ماتت سعاد. ما تقلقش يا ولدي، وعرف باللي الله ما كينسى حتى واحد ان شاء الله. وانا في الداخل ديالي ما حس والو غير الالم والحسره. وتدوز الايام من بعد بشويه، وما بقاتش عندي رغبه نمشي حتى للمدرسه. ولكن نهار مور نهار بديت كنولف شويه، وتقبلت انني نكمل حياتي على الله نلقاها شي نهار. ساليت الثانويه، تحولت للجامعه، واول مره ولاو عندي صحاب واللي كانوا بزاف، وبديت كنحس بهم هما عائلتي. كنا كنتلاقاو في الصباح في الجامعه، وفي العشيه من مور ما كنسالي الخدمه. وعاودت لهم على قصتي، وهما قرروا يعاونوني حتى نلقى اختي سحر، وهذا الشيء اللي عطاني امل مره اخرى. دازوا ايام ما وصلنا لتا حاجه، ولكن واحد النهار وبين ما انا جالس معاهم شفت شي حد راكب واحد الطوموبيل، واندهشت بزاف من الشخص اللي كان راكب فيها لداخل. هذيك سعاد، كيفاش هاد الشي؟ ياك قالوا باللي ماتت؟ مشيت جريت بعتها باش نتاكد منها، ولكن ما قدرتش نوصلها. انا نتاكد انها هي سعاد، وما عرفت كيفاش طرا هاد الشي. وكانوا قالوا لي في المستشفى باللي ماتت، وكيفاش الا كان شي حد اخر من غيرها اللي مات. قررت نتاكد ومشيت عند الضابط باش نسولو: استاذ، واش مازال عاقل على سعاد اللي كانت في الملجأ؟ عاقل عليها. شنو طرا؟ شفتها اليوم في واحد الطوموبيل. راه خدات براءه، حيت الادله اللي كانوا ضدها ما كافيينش. ولكن انا مشيت للسجن وقالوا لي بلي راها في المشفى، وفاش مشيت لتما قالوا لي بلي راها ماتت. لا، راه كانت واحد المراه اخرى من غيرها، وتا هي سميتها سعاد. خرجت من تما وانا ما عارفش شنو ندير، ولكن ما قديتش نحبس راسي وما نمشيش لعندها، حيت هي الوحيده اللي قادره تعاونني. ولا نمشي انا وواحد صاحبي سميتو عماد للملجأ، وخدينا العنوان لسعاد ومشينا لدارها. وفاش دقيت الباب حل ليا واحد الشخص الشكل ديالو كيخلع، وسولنا على سعاد، وهي تخرج لعنا. واول كلمه قالتها: ما جيتيش بالفلوس. وانا نعاود لها كاع داكشي اللي وقع، وهي تقول: اذا كنتي باغي تعرف بلاصه اختك جيب لي داكشي اللي قلتلك، وحيتاش ما جيتيش داك النهار دابا خاصك تدفع الضعف ديال المبلغ. انا ما عنديش هاد المبلغ كامل، اذا ما غاديش تعرف بلاصه اختك. صافي واخا، انا غنجمع ليك الفلوس كاملين. مشيت انا وصاحبي عماد، وانا ما عارفش مين غنجيب هاد الفلوس، وداكشي اللي معايا ما كافيش. هو اقترح عليا عماد باش يبيع السياره ديالو، وانا رفضت وشكرته. وفي العشيه جلست الليل كامل وانا كنفكر شي حل لهاد المشكله، وهي تجيني واحد الفكره اللي هي نحط لها شي حاجه الفلوس من الفوق وتحتهم وراك بويض. اتصلت بعماد وخبرته بالفكره وقال لي: مزيانه، ولكن خاصنا ننفذوها بشي طريقه اللي سريعه قبل ما يتكشف الامر ديالنا. وداكشي اللي كان. مشينا عند سعاد والحمد لله كانت بوحدها في الدار. فينا هما الفلوس؟ وانا نخرج الحطيبه وشافت الفلوس وبغات تاخدها، وقلت لها: لا، تتقولي لي بلا فين كاينه اختي. تقول سميتها نيرمين، وهي مع واحد العائله، وقالت لنا الكنيه ديال هاد العائله هادي. مستحيل. مالك؟ شنو طرا؟ شنو وقع عماد؟ هادي سميت بنت عمي. كيفاش هاد الشي؟ شنو زعما؟ واش باغا تخدعيني؟ وهي تقول لعماد: واش عمك عندو شي ولاد من غيرها؟ لا.
عاود سولاتو واش شفتيها عنده فاش كانت رضيعة ولا طفلة، وهو الكل. ما عرفتش، انا صار منها بعام، ولكن من نهار نعقل عليها كانت طفلة ما ماشي رضيعة. قلت له يلا نمشيو باش نتأكدوا من هاد الشي. عطيت الفلوس لسعاد وتمشينا بالزربة قبل ما تكتشف الأمر ديالنا. ركبنا في الطوموبيل وانطلقنا للمنزل ديال عم هيماد. وصلنا للدار وطكينا الباب وهي تحل لينا واحد البنت، وانا نسولها دغيا بالزربة واش سحر كاينه. كنقصد نيرمين. وهي تصدم ونهارت بالبكا. ماجد، انت ماجد ياك؟ وهي تعنقني بالجهد وهي كتبكي. الصراحه انا ما قديتش نحبس راسي، وقسنا واحد شويه غير تنبكيو حتى تهدنات شي شويه وقالت لي مشيت للمرجع شي اعوام هادي وما لقيتكش. وقالت لي سعاد باللي ما بقيتيش في المرجع وما عرفتش كيفاش ندير نوصل ليك. وعاودت لها شنو طرا وشنو دارت سعاد باش تكون لي بلاصتك. الحمد لله اخيرا لقيتك، كنت خايفه لا طرالك شي حاجه خايبه. جلست معها الليل كامل كنعاود لها كاع شنو طرالي من خرجت من المرجع، وكنسمع منها حتى هي. وقلت لها بلي راني خدام دابا وغادي نشري دار لينا في وقت قريب، وهي تقول لي بلي راه عايشه حياه مزيانه هنا مع مولاتها الدار من مور ما مات راجلها، وهي اللي مقابلاها من ديك الوقت. وطلبات مني باش نبقى معاهم، ولكن انا رفضت وطمئنتها بلي كنعيش حياه مزيانه ومرتاح. ودابا من مور ما عرفت بلاصتك غنبقى نجي نشوفك كل نهار. عطيتها الرقم الهاتف ديالي، ومن بعد مشيت بحالي للدار وانا بالي مرتاح والسعاده دايره بيا. وظنيت بلي اي حاجه خايبه صارت من مور ما بقيت اختي. وبين ما انا كانت مشى في الطريق وقفت قدامي واحد السياره، وخرجوا منها جوج رجال. واحد منهم كنعرفو، كان هو الراجل اللي كان في المنزل ديال سعاد، وهي تبان لي تا سعاد معاهم. خرجت من الطوموبيل وقالت واش تي صحابك خداتيني، فين هما الفلوس؟ وقسمت لها بلي عطيتها اي حاجه عندي. واخا جيبو معانا. صراحه حاولت نهرب ولكن ما قديتش، وركبت راسي لداخل في الطوموبيل. ومن مور شي دقايق توقفت السياره وصداع بزاف برا. كان الضابط اللي كنعرفو. حمدت الله بزاف حيت نجيت وسولتو كيفاش عرفتي. حنا متبعين سعاد منين خرجت من السجن حتى نتاكدوا من اتهامات اللي موجهه ليها، وداكشي اللي كان تاكدنا دابا وغادي نديوها باش تحاكم. وطلب مني باش نحضر للمحكمه باش نشهد لشنو طرا. ونهار المحاكمه مشيت انا واختي سحر للمحكمه وشهدنا بكاع داكشي اللي طرا منين كنا اطفال صغار في الملجأ، والفلوس اللي خدات مني سعاد، ومحاولات الاختطاف اللي بغات دير لي، وما يسجنوها بعد ما تبتوا عليها الجرائم والادله. اخيرا تخلصت من داك الكابوس ديال الطفوله المرعب، وبديت كنعيش حياتي بسعاده انا واختي سحر. بصح داكشي اللي زدت منه صعيب وقاسي بزاف، ولكن عمري ندمت على شي حاجه، حيت اختي تستحق نخاطر باي حاجه على قبلها، حيت هي الحاجه الوحيده اللي بقات لي في هذا العالم. كنتمنى تشاركوا قصتي مع العالم باش نقول بركه من استغلال الاطفال واليتامى باش يتحققوا مصالح لشخصيه. كنتمنى صحابي تكون عجبتكم القصه ديال اليوم، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو القصه مع صحابكم. الى اللقاء، بيسو.